بتعاني من إمساك مزمن؟ جربت كل الوصفات؟ القراصية والشوفان وبذور الشيا وحتى السيليوم ومفيش فايدة؟ يبقى الفيديو ده ليك. أنا دكتورة ساندي العسال وده ABC تغذية. هذا الفيديو برعاية مكرونة الريان أو المكرونة القطرية. لأن الحل مش في وصفة معينة هتعملها مرة وهتتخلص نهائي من الإمساك، لكن الحل هو تغيير أسلوب حياتك كله. أول حاجة، هتشرب مية لا تقل عن 2.5 لتر في اليوم. تاني حاجة، هنزود حركتنا، فمش هنقعد في مكاننا أكتر من نص ساعة، وهنلعب رياضة أو على الأقل هنمشي نص ساعة يوميا. فحركتنا دي هتزود من حركة الأمعاء وهتساعد في علاج الإمساك. تالت حاجة، هنهتم بصحة الميكروبيوم، فهنهتم بالبروبايوتيك والبريبايوتكس. البروبايوتيك هي البكتيريا النافعة اللي في الأمعاء، ودي مصدرها الأطعمة المتخمرة زي أنواع من الزبادي أو الكفير أو الخيار أو الكروب المخلل. والبريبايوتيك هي الألياف اللي بتتغذى عليها البكتيريا دي زي الموز والتفاح والأوراق الخضراء والثوم والبصل والخرشوف والمشروم، البقول، الأسباروجوس، نخالة القمح والشوفان والشعير والشوكولاتة الداكنة اللي هو تقريبا معظم الخضروات والفاكهة والبقول والحبوب الكاملة. بس المهم كمان إننا ننوع بين مصادر البريبايوتكس، يعني ما نختارش نوع واحد من الخضروات علشان يكون عندنا عدد أكبر ومتنوع من الميكروبيوم. وتأثير البكتيريا دي إنها بتنتج شورت تشين فاتي أسيد بتزود من حركة الأمعاء. وآخر حاجة إننا نبعد عن المقليات والفاست فود، لأن الأكلات العالية الدهون بتبطئ من حركة الأمعاء، فتفضل الفضلات جوه الأمعاء لفترة أطول ويفضل الجسم يمتص منها المية وقت أطول، فكده تبقى صلبة. ده غير إن الفاست فود بيحتوي على أملاح عالية، فالجسم يفضل يمتص كميات كبيرة من المية عشان يعادل الأملاح دي، فبرضه نفس النتيجة إن تفضل الفضلات صلبة. فالحل مش في وصفة واحدة سحرية أو شاي معين هيسبب لنا إسهال ويخلينا نفقد الأملاح والمعادن اللي احنا محتاجينها. الحل في أسلوب الحياة الصحي. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير للفيديو، ولو عندكم أي أسئلة اكتبوا لي في التعليقات.